ومرحبا يا حلوين، كيفكن؟ كالعادة جايبتلكن وصفة سهلة وسريعة: معكرونة البولونيز أو معكرونة كرات اللحم. أول شي بدي بلش بكرات اللحم. المقادير مكتوبين على الشاشة. قليتن بشوية زيت نباتي، بس استووا قمتن وخليت الزيتات، حطيت عليهم شوية زيت زيتون وبصلة مفرومة أو مبروشة ناعم. وقليتن لحد ما استووا، حطيت عليهم 5 حبات بندورة مبروشين مع معلقتين كبار بالبندورة وكاسة مي كبيرة. بدي أحط البهارات: فلفل أسود، رشة أوريجانو، وملح. بحركهم وبتركهم يتعقدوا لحتى يستووا. بس استووا عندي بنزل عليهم كرات اللحم، وكمان بتركهم يغلوا شوي مع الصوص البندورة لحتى ياخدوا النكهة. إذا لقيتهم تقل شوي القوام بحط عليه شوية مي، وهذا بيرجع لكم تحبوه تقيل بتحبوه شوي مريء مثل ما بتحبوا. عندي بساحتي أنا زارعة حبق أو ريحان، أخذت عرقين وفرمتن، غسلتن وفرمتن ناعم، وقلبتن مع كرات اللحم، وخلاص طفيت عليهم تركتن على جنب. هلأ سلقت المعكرونة بالمي لحد ما استوت المعكرونة. في خطوة كتير بتعطي نكهة طيبة للمعكرونة، هي إنكم تقلوها بمعلقة كبيرة زبدة مع رشة أوريجانو، هيك ما بتلزق ببعضها وبتعطيها نكهة كتير طيبة. حطيت بالصحن طبقة من المعكرونة، وعلى الوش صوص وكرات اللحم اللي عملتها. جربوها، كتير كتير طيبة، وبناتي كتير حبوها، وسهلة وسريعة وصحتين.